ثم ذكر رحمه الله أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ورويت في ذلك أحاديث عدة لا يسلم شيء منها من مقال. وطريقة بعض أهل العلم ومنهم المصنف القول بثبوتها، فالقائلون بثبوتها يرون أن من المشروع البشارة بشهر رمضان عند قدومه، والقائلون بضعفها لا يمنعون من البشارة به، لأن البشارة بما يفرح به من نوع التهاني، والأصل في التهاني الإباحة، ذكره أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري وشيخ شيوخنا ابن سعدي. ومما يندرج في هذا البشارة برمضان، فالمختار أن البشارة في رمضان دائرة بين الاستحباب أو الإباحة، دائرة بين الاستحباب أو الإباحة، فالقول ببدعيتها فيه بعد، فالقول ببدعيتها فيه بعد يبعده تارة نص شرعي عند القائلين بثبوت أحاديث البشارة، ويبعده تارة أخرى أصل كلي عند القائلين بضعف أحاديث البشارة، وهو رد الأمر إلى أصل التهنية بما يفرح الناس به. وشهر رمضان نعمة إلهية يفرح بها، وليس كل شيء ضعف الحديث فيه يكون بدعة، فإنه تارة يرجع إلى أصل كلي في الشريعة، أو يكون عليه العمل، أو يقع موافقا لقول صحابي، أو ينسب إلى جمهور أهل العلم، ولا يقع في القرون المتطاولة في الأمة إنكار له، فحينئذ فالقول ببدعيته ثقيل، فالبدعة شديدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والجراءة على إطلاق اسم البدعة على ما شهر بين الناس ولم يعرف سابق من العلماء أطلق عليه البدعة، مما يمنع الراسخ في العلم من الجراءة على التبديع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يتخلف في قرونها المتطاولة الإنكار على شيء وقع على خلاف حكم الشريعة، فإن هذا مما يصير فيه خفاء الحجة مع احتياج الناس إليها.